هقول لكم خبر بس ما حدش يضحك. بجد والله اقسم بالله ما حدش يضحك. طلع علينا المستشار مرتضى منصور النهارده بيقول ايه؟ تعال بقى اسمع. سأقاضي كل من اتهم عبد الله جمعه وفتوح انهم بيتعاطوا المخدرات وان هم يعني بياخدوا منشطات. يا عيني، انت في ايه؟ انت في ايه هنا؟ انت ايه الدماغ دي؟ ايه الدماغ دي؟ انت عاملها ازاي؟ انت عامل دماغك ازاي؟ ايه النوع؟ ايه النوع يا عم؟ وهو مين اللي طلع وقال الكلام ده؟ مش انت؟ انت اللي قلت الكلام ده وشمت الناس فينا والاهلاويه فرحوا فينا والدنيا كلها. ده انت خليت حتى الصحف بتاعت البرتغال تتكلم علينا. ده انت خليت الفضيحه عالميه. ده ايه اللي اصله هطلع اقاضي ايه؟ وهو مين اللي قال؟ مين اللي قال غيرك؟ مين اللي قال غيرك؟ هو انت ايه كنت عايز من العيال دي؟ انت ايه كان في دماغك من ناحيه احمد فتوح؟ انت في حاجه في دماغك من ناحيه احمد فتوح؟ عايز يلعب للزمالك يلعب، مش عايز يمشي، بس بدون فضايح وبدون يعني ان انت تقطع في الناس. طب ايه منظره هو في الشارع بتاعه ولا الحته بتاعته؟ ده انت خليت عينه كده مكسوره. حرام عليك، حرام عليك التشهير ده كله ده. اتقي الله، ده انت راجل كبير، ده انت راجل مسن. امسك المصحف واستغفر ربنا، امسك السبحه سبح. لكن ان انت تطلع تقعد تقول كده على اللعيبه، ودول كد عيالك، دول كد امير وكد احمد. حرام عليك. احمد فتوح احسن باك شمال في افريقيا اللي انت بتهد فيه. اتقي الله شويه، واتقي الله في نادي الزمالك، واتقي الله في جماهير نادي الزمالك اللي بقت مضحك على كل لسان. ده الناس كلها بقت شمتانه فينا، يا بتاعت المخدرات يا بتاعت المنشطات. ليه كده؟ احنا مش كده، العيال دي مش كده، احمد فتوح مش كده. وطلع راجل ان هو ما جاش واعتذر. طلع راجل وان هو ما جاش يعتذر على ايه؟ يعتذر على حاجه ما عملهاش ولا عمره هيعملها. ده لاعب دولي، ده لاعب دولي. انت في ايه في دماغك؟ اقاضي؟ قال تقاضي مين؟ قاضي نفسك يا عم، قاضي نفسك يا عم. نيجي للخبر الثاني. كهربا، كهربا يا كهربا. طلع علينا الكابتن عمرو الحديدي امبارح وقال ايه؟ اتبرع ولو بجنيه لكهربا. يا كل جماهير نادي الاهلي اتبرع. احنا قال احنا 70 مليون، لو كل واحد اتبرع بجنيه هندفع غرامة كهربا. يا صلاة العيد، يا صلاة النبي، هي وصلت لكده؟ طب ما هو الخطيب ما جايب كريستو ده مش عارف بمليون و300 ألف دولار، ما تدفعها الكهرباء يا سيدي. ما كهرباء طالما حلو ادفعها الكهرباء، طالما بيسمع الكلام ادفعها الكهرباء. ده نزل جاب جون وعمل اسيستين بعمره. يعني الراجل كان متألق، مش خسارة فيه الفلوس دي. لكن تاجي تطلع واحد، ما هو برضو على لسانك، على لسانك يا محمود يا خطيب، عشان خاطر ما تدفعش الفلوس. على لسانك حكاية التبرع، وانت عارف الجماهير يا الناس تتبرع بايه ولا ايه؟ يا عم اتقوا الله يا عم، اتقوا الله في الجماهير يا عم. يا عم اتقوا الله يا عم. كل شوية اتبرع 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 اتبرع. ايوه الجنيه مش حاجة، بس اتقوا الله شوية يا عم. يا عم انا اتبرع بجنيه، الواحد بياخد ملايين. تاجي ازاي دي؟ تاجي ازاي دي؟ انا الفقير اتبرع عشان اتبرع لواحد غني بياخد ملايين؟ ايه الضحك ده؟ ايه الضحك اللي انتوا فيه ده؟ ولا ايه الضحك اللي انتوا فيه؟ النادي الاهلي معاه فلوس. ده انت واخد من حق الرعاية ده مش عارف ولا 4 مليار. 4 مليار يعني انت تشتري كريستيانو كديه 5 6 مرات. ادفع فلوس وما تاخدش من جيب الناس. اتقي الله شوية. ناجي بقى لصفقات نادي الزمالك. بنسبة 90% 90% الزمالك خلص مع عبد الله السعيد.
وحاليا بيحاولوا ان هم يلعبوه ماتش القمه زي ما حصل مع ماتش الاهلي وبيراميدز. الحكايه اللي احنا كلنا عارفينها ان هو مضى الظهر وبعد كده سافر، وان هو جه لعب الماتش بالليل. عايزين يعملوا نفس الكلام ده في مباراه الاهلي والزمالك القادمه في الدوري. فان شاء الله يكونوا خلصوا عبد الله السعيد. صفقه قويه، صفقه قويه، صفقه قويه. ومحتاجين احنا حد في المكان ده بشخصية عبد الله السعيد وبالخبرات بتاعت عبد الله السعيد. ناصر منسي، الزمالك خاطب البنك الاهلي بتسهيل الحصول على خدمات ناصر منسي، بس البنك الاهلي في الاول كان رافض، بس دلوقتي حصل في يعني حصل كلام ان الصفقة ترجع من تاني. بصوا بقى المفاجأة ناصر منسي هياخدوا الزمالك وهيدفع فلوس وهيديهم ناصر منسي او هيديهم عمرو السيسي اعاره. عمرو السيسي هيديهم له اعاره. مش شغال تايه في نص الملعب، اقسم بالله تايه، مش عارف يعمل ايه، والله ما عارف يعمل ايه. انا عندي سيف فاروق جعفر احسن منه. يبقى ايه لازمتها الصفقه من البدايه؟ ايه لازمتها الصفقه من البدايه؟ زي سامسونج، ايه لازمه سامسونج؟ ايه هو بالكم ان احنا نجيب 10 لعيبه 11 لاعب ونعمل مؤتمر صحفي ونضحك على الناس واللعيبه تطلع في شنك؟ ليه كده؟ انت يكفيك 3 4 صفقات وشكرا. شوف الاهلي بيعمل ايه، هو كده عند الاهلي 3 4 صفقات وتعشت وتمام على كده. لكن احنا ما عندناش الكلام ده. وصفقه ايبوكا يعني في طريقها الى النهايه، خلاص الصفقه دي بيخت ودمها تقل وخلاص. صفقه ايبوكا هيدفع فيها فلوس، الزمالك هيدفع فيها فلوس ان شاء الله، وباذن الله خير، وباذن الله اشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.